اذكر روافدا تصب في نهر دجلة. خمس روافد تصب في دجلة. واحد من الذاب الكبير. الذاب الكبير، ونسميه الأعلى أو الكبير. صح، الذاب الأعلى، الذاب الكبير. وش تقولين مارينا؟ للأسف ما عندي المعلومة. أنهر، هذه أنهر أي بالعراق في نهر دجلة. الخطأ، هذا خطأ. يلا عبد الله قرر، مع من نلعب، معكم أم معهن؟ وياهم، الهم السؤال. الكم؟ لا الهم. تاخذوا. يلا تفضل اخت مارينا وتفضل اخ عبد الله. هو طبعا من قال الكم لان هو يقرر. هو عرف الجواب اللي هو الذاب الاعلى، اللي هو الذاب الاعلى. وانتم الان عليكم ان تجيبون 4 انهر. شو تقولين آية؟ والله الصراحة أنا ما أعرف. لا بالقادم. لأنهم ما يلا. يعرفون الباقي. آية هذا العراق وانتم الرخافة. هذا العراق العظيم بأنهر كثيرة، وهذه الخمس روافد سهلة. الذاب الأعلى يعني الذاب الكبير، وأكو شنو بعد؟ بسمة. الذاب الأنفع. على الأقل الأدنى. الأدنى، العفو. غلط. ماريا يلا شنو الأكبر. الأكبر. إيه؟ والخطأ الثالث. حلو، انتوا مجموعة خطرة. يعني حولتوا خطية للبنات. سؤال صعب جدا. زين انتوا تعرفوه؟ ان شاء الله. كل اللي تعرفوهن؟ لو بس واحد راح تعرفون. واحد كافي. هسه خلينا نشوف، بعدين لازم تجاوبوني على الكل ان شاء الله. يوسف، اذكر لي رافد من الروافد التي تصب في نهر دجلة. الرافد اللي يكون فيه شخابور، اللي هو اول ما يدخل نهر دجلة العراق. منين يجينا هذا؟ من تركيا عن طريق محافظة دهوك اول دخول. حلوة. ومحمد في شخابور نفسه. إشخابور. وعلي الذاب الأسفل. الذاب الأسفل. الأسفل. قال الذاب الأعلى. وأخ عبد الله أهم الذاب الأسفل. من يقول؟ يعني صحيح. أعطيك غير اختيار؟ مثلا العظيم. العظيم. زين هسه شو تقرر؟ الذاب الأسفل لو العظيم؟ اختيار يوسف. يا هو فيش خابور. خلينا نشوف. فيش خابور.